ان اقل شقه في ووتر واي كومباوند بتتاجر ب 7000 دولار، واقل مكتب اداري بيتاجر النهارده ب 55 وب 60 دولار، وسعر المتر الاداري وصل في ووتر واي ل 300,000 جنيه. جايب لك في لوكيشن قوي جدا الفيرجن الاعلى من 5A W55 من ووتر واي، 55 فدان، في منهم 12 فدان هيبقى اداري وتجاري، مساحات من اول 130 متر، سعر المتر بيبدا معاك من اول 175,000 جنيه، واقساط بتوصل معاك ل 8 سنين. يعني المكتب هيوصل بعد كده ل 250 و300,000 جنيه، وهيتاجر من اول 60 دولار في المتر الواحد. لو عايز تشتري مع اقوى براند موجود في التجمع الخامس وفي مصر، واعلى سعر متر ايجاري سواء في الادمن او في الكوميرشال او في السيرفس ابارتمنت، سجل بياناتك دلوقتي وما تضيعش فرصه المشروع الجديد من ووتر واي. دراسه جدوى تبين للعميل هو هيدفع كام، والقسط بتاعه كام، والمتوقع الزياده السنويه بتاعته كام، والقيمه الايجاريه لما يجي ياجرها باسعار النهارده هتبقى كام، والفرق ما بين الايجار والقسط كام، وكل سنه الزياده بتاعتها قد ايه. فاحنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم بارقام حقيقيه وبتحصل، وما اعتقدش ان حد في الماركت عامل اللي احنا هنعمله دلوقتي. خلينا نبدا بنظام ال 20% على ال8 سنين. المكاتب من اول 135 متر، صح كده؟ وسعر المتر هيكون في رينج 185,000 جنيه، عشان طريقه الدفع بتاعت 8 سنين بيبقى فيها سعر المتر هيبدا معايا من اول 185,000 جنيه. فانا كده بقى التوتال اليونت هيبقى 24,900. كويس؟ المقدم بتاعي ال 20% هيبقى 5 مليون. هيتبقى عليها كام؟ 19,980,000. هقسط على 8 سنين. طيب 8 سنين يعني كام قسط؟ 32 قسط. القسط الربع سنوي هيكون 624، فانا كده القسط بتاعي كل 3 شهور 624,000. انا عامل الاستلام كمان 3 سنين، يعني الراجل ده هيبدا ياخد ايجار كمان 3 سنين. حلو؟ كتبت ان انا هبدا بايجار متر اقل من الطبيعي. كتبت ان انا هبدا بايجار متر كمان 3 سنين ب 2000 جنيه. تمام؟ وعملت لكم بقى متوقع ايجار الوحده هيبقى كام الشهري، والايجار الربع سنوي بتاعه كام. خلينا نبص على طريقه الدفع عشان العميل كمان يبقى عارف هو لما بيشتري على 8 سنين هيبقى طريقه الدفع بتاعته ماشيه ازاي، على 7 سنين، على 6 سنين. دخولي لووتر واي لازم يكون معايا اتليست 5 مليون جنيه لو انا هاخد بنظام ال 20% على 8 سنين بدايه السعر. حلو، انا راجل مستثمر حطيت 5 مليون جنيه، انا هكسب ايه؟ اول حاجه مستثمر حطيت المبلغ ده وهقسط على 8 سنين، فانا قسطي خلاص ثابت، انا عارف ان هو 624,000 جنيه كل 3 شهور. تمام؟ فانا اول سنه هدفع من جيبي، دفعت ال5 مليون اللي في الاول، وهيبقى 624 اول كوارتر، وماشي بقى بالكوارتر دي. فانا مش بستفيد اي حاجه غير ان انا دلوقتي سعر العقار بتاعي بيزيد، فكل سنه هيزيد 10%. فاليونت اللي هي ب 24 تبقى اول سنه ب 27,400 اهي. يعني متوقع ان سعر المتر كمان سنه، انا بدي ورست كيس سيناريو، هيكون 203,000. تمام؟ هكمل في الاقساط، هوصل سنتين والمشروع هيبقى كونستراكتد لكن لسه ما استلمتش، هيبقى سعر المتر بتاعي وصل ل 223,000، وسعر الوحده بقى 30 مليون. فانا كده محقق ربح 6 مليون جنيه. هوصل للاستلام، الوحده هتوصل معايا ل 33 مليون 241,000، سعر المتر 246,000، وده برضو لغايه دلوقتي اقل من سعر السوق، لان ووتر واي وصلت ل 300 اصلا وكسرت ال 300. فانا بتكلم كمان 3 سنين في المشروع هيبقى ب 246,000. طب انت كراجل مستثمر حطيت فلوسك، سعر اليونت اللي انت واخدها ب 24 هتبقى ب 33 مليون. تمام؟ طيب هأجر اول سنه ب 2000 جنيه على المتر. اول سنه هأجرها ب 2000 جنيه على المتر، ب 2000 جنيه في 135 متر، وتضربهم في 3 شهور هيطلع لك ان انت بيطلع لك ايجار كل كوارتر 810,000 جنيه. يعني انت بتطلع بعد ما تدفع القسط بتاعك 185,000 جنيه نت بروفيت. اوكي؟ هتفضل بقى كده انت وقفت دفع وبتطلع بعد ما بتدفع القسط بتاعك فرق 185,000 جنيه اول سنه. الوحده بتاعتي وصل ل 36 مليون جنيه. تمام؟ هتكمل معاك، هتلاقي ان السنه اللي بعدها القسط بتاعك ثابت 624,000، والكوارتر بتاعك 891,000 جنيه. فانت بتطلع نت بروفيت 266,000 جنيه، والوحده بقت ب 40 مليون جنيه. يعني انت مطلع اكتر من 17 مليون جنيه فرق سعر الوحده عما انت كنت واخدها،
ومطلع ايجارات عمال بقى بتعد في ايجارات بتزود كل سنه اتليست 10%. انا ماشي معاك. هتفضل السنه اللي بعدها هيوصل الايجار بتاعك ل 980,000 جنيه كل كوارتر بالزياده السنويه ل 10%، عادي جدا. هيوصل معاك انت بتطلع 355,000 وسعر الوحده وصل ل 44 مليون. انا ماشي معاك لغايه الاستلام، هيوصل معاك لغايه وقت الاستلام ان سعر المتر وصل معاك ل 396,000 جنيه بالزياده السنويه ل 10% في خلال ال5 سنين اللي هم من بعد الاستلام. فانت يوم ما ربنا يكرمك وتدفع ال 32 قسط بتوعك هيكون وصل لايه بقى؟ هتكون وصلت سعر الوحده ل 53 مليون جنيه. وهيكون وصل لك ايجارات ب 19 مليون 780 الف جنيه. يعني انت خدت ايجارات ل 19 مليون 780 ومعاك 53 مليون، دفعت اقساطك واتبقى معاك نت بروفيت من الايجار 7 مليون و200. سعر شراء الوحده الاصلي 24 مليون، قيمه العقار بعد 8 سنين 53.5 مليون، الزياده في قيمه العقار 28 مليون، سعر المتر وقت الاستلام الايجار الشهري في السنه الاخيره وصل 395,000، اجمالي العوائد الايجاريه 19 مليون 780 الف، اجمالي الاقساط المدفوعه بالمقدم 24 مليون 900، صافي الربح عند انتهاء المده 48 مليون 341 الف جنيه. دي دراسه جدوى حقيقيه ومنطقيه لسعر متر منطقي ببدا بيه. كنت ممكن ابدا ب 2500، ممكن ابدا ب 3000، كنت ممكن اقول لك زياده السعر العقار اكتر من 10% في السنه، خصوصا ان هو بادئ بسعر متر مميز، فانا بادئ بسعر متر قليل. طيب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان العميل اللي بيحط فلوسه لازم يبقى عارف هو هيكسب قد ايه. تاني حاجه هو هيكون دافع كام لو عايزين نحسبها مع بعض؟ لغايه وقت الاستلام هيكون دافع تقريبا 12 قسط، لو ضربناها في 624,000 بلس المقدم بتاعه كام؟ 12 في 624 بكام؟ 7 مليون 488 زائد ال 5 مليون اللي في الاول، يعني الراجل ده هيكون دافع 12 مليون جنيه من جيبه. هيكون دافع 12 مليون جنيه من جيبه، وهيوصل لمرحله ان الوحده بتسد نفسها وبتطلع نت بروفيت وبقت ب 36 مليون. هل معاك 12 مليون جنيه في خلال 3 سنين؟ هو ده السؤال، لان انت مش هتلاقي استثمار في الوطن العربي هيكسبك المبلغ ده. السؤال هل معاك 12 مليون جنيه على 3 سنين؟ لو معاك مفيش استثمار في الوطن العربي هيحقق الربح ده، والربح ده بالارقام، والربح ده حاصل وبيحصل، وما كتبناش ان الوحده هيكون طبعا بتبيعها بالتشطيب بعد كده ومتاجره. فانت لما هتيجي تبيعها وقت الاستلام لو استنيت عليها سنه ولا حاجه وبعتها وهي متاجره، فانت بتبيع حاجه انكم بروبرتي، انت بتبيع انكم بروبرتي يعني وحده بتجيب عائد. فلما بتيجي تطلب فيها سعر متر بتطلب فيها اللي انت عايزه، ومع ذلك انا بقول لك على سعر متر وقت الاستلام هيكون 270,000 اللي هو صدق بتبيع اصلا ب 400,000 جنيه. طيب دي هتفيدنا في ايه كمان؟ هتفيدنا ان انا على ال8 سنين موضح للكلاينت القسط بتاعي وان هو الايجار هيسدد القسط ولا لا. طيب لازم اوري له ال6 سنين نظام الدفع بتاعها ايه وال7 سنين. طيب ال7 سنين هو هياخد الوحده ب 180,000 جنيه وهياخدها ب 24 مليون 300، بس القسط بتاعه عشان هو على 7 سنين هيبقى 737,000. استيل ان من اول القسط بتاعه ان هو من اول يوم استلم الوحده ان القسط هيتسد من خلال الايجار وهيطلع لك عائد كويس ومحسوبه برضه تمام. بس طبعا ال7 سنين هيبقى الارقام مختلفه عشان في فرق سنه انا مش حاططها. فلما تيجي تبص على ال7 سنين هتلاقي ان انت وصلت ان الوحده بقت ب 24 مليون 300 كده زي ما هي. قيمه العقار بعد 7 سنين هيبقى 47 300، الزياده في قيمه العقار هيبقى 23 مليون. الايجار الشهري اخر سنه، الايجار الشهري في السنه الاخيره هيبقى 359,000، واجمالي العوائد الايجاريه هيكون كذا، واجمالي الاقساط المدفوعه 24، وصافي الربح 26 مليون. طيب نخش على نظام الدفع ال6 سنين. دي دراسه جدوى لو عميل بيحط فلوس عايز يفهم هو انا ال6 سنين ايه الفرق ما بين ال6 سنين وال7 سنين وال8 سنين، وانا هكسب ايه وهحط ايه والايجار كام. نفس الارقام
سعر متر اقل شويه 175,000، الوحده 23 مليون 625. انا القسط بتاعي عشان المقدم بتاعي هيكون ال 10% يعني 2 مليون 362,000، فانا هكون دافع وقت الاستلام تقريبا 10 مليون تقريبا عشان فرق المقدم او 11. القسط بتاعي هيبقى 885,000 جنيه. فانا بس اول سنه هحط من جيبي كل كوارتر 75,000 جنيه، لان الايجار هيكون 810 والقسط 885. فانا ان الايجار تقريبا هيسد القسط تقريبا، بس هحط من جيبي 75,000 جنيه كل 3 شهور لغايه اول سنه. بعد كده السنه اللي بعدها هيبقى القسط بتاعي زي ما هو 885,000 بس الايجار 891,000 جنيه. يعني انا هيطلع لي 5000 جنيه. هيبدا يجي لي فلوس بعد ما ادفع الايجار في السنه الايه الاخيره. الايجار بتاعي 980,000 والقسط بتاعي 885,000، فهيطلع لي 100,000 جنيه. فانا في نظام الست سنين بطلع عائد ايجاري نت في السنه الاخيره اللي هي السنه السادسه، ولكن في نظام ال7 سنين بطلع عائد من اول يوم في الاستلام 72,000 جنيه كل كوارتر، ولكن في نظام ال8 سنين بطلع عائد 185,000 جنيه من وقت الاستلام. يعني لو انا كلاينت وبصيت على فرق ال6 سنين وال7 سنين وال8 سنين، مش بس ان انا ببص على فكره ان انا هدفع كام مقدم وهدفع كام اقساط، هو انا امتى هيبدا يخش لي فلوس من الوحده. فنظام ال8 سنين لو العميل يقدر هيخش له فلوس من اول يوم استلم فيه، لكن لو ما يقدرش هيبدا يخش له فلوس من اخر يوم استلم فيه. بس اخر يوم استلم فيه بس اول يوم هيستلم فيه الوحده هتكون قيمتها 31 مليون وبعد كده 34 مليون، فهيكسب من العائد ارتفاع سعر العقار نفسه. لكن في نظام ال7 وال8 هيكسب من الايجار وهيكسب من سعر العقار. كده حضرتك بقيت راجل استشاري عقاري ليك قيمه، تقدم حاجه مدروسه دراسه جدوى تدفع فيها فلوس، وبتقدم استشاره محترمه للكلاينت بتاعك، مش ان انت بتقول له تعالى اشتري وخلاص وانت مش فاهم هو هيكسب كام وهيكسب امتى. لكن انت هنا بالارقام تقول له انت هتكسب كام وهتكسب امتى وهتأجر بكام ومتوقع سعر العقار كام ويوم ما تبيعه هتبيعه كام. فاذا انت بتختلف عن كل البروكرز اللي موجودين في السوق المصري، لان انت تعبت اكتر منهم وقدمت خدمه محترمه. يعني ده انا مش عارف مدقدق قوي يعني. ماشي، انا هحاول اشرح الموضوع لان الموضوع كبر من ايدينا ودخلنا في العائد الايجاري والعائد الاستثماري، وهتكون حضرتك دافع كام وهيطلع لك كام والار او اي والار او اي. كده احنا كده دراسه الجدوى دي بقى بفلوس بقى، كده لازم تبقى بفلوس، كده الموضوع خرج من ايدينا. طيب احنا اتكلمنا ان هي الوحده ب 24,900 على 8 سنين 20% على 8 سنين هكون دافع 4 مليون 995 يعني 5 مليون جنيه، هيتبقى عليا 19 مليون 980 على 8 سنين يعني 32 قسط ثابت 624,000 جنيه. طيب دراسه الجدوى دي 2000 ونص في 135 متر هيطلع لك كام في الشهر؟ 2000 ونص 337 في 3 مليون و12 بقى معايا 1,012,000 جنيه كل 3 شهور. انا ككلاينت بطلع دخل 1,012,000 جنيه وقسطي 624,000 جنيه، فانا بيطلع لي نت بروفيت 388,000 جنيه في الشهر. ده لو بودره مش هتطلع كده. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ سعر الوحده بقى 33. على فكره دي ارقام واقعيه بس هو ده اللي حصل. لو اجرنا يا حسن ب 2000 ونص، احنا عملنا كده تو سيناريو 2000 وسيناريو 2000 ونص. لو اجرنا ب 2000 ونص وكنت كعميل او كمستثمر او كاي انسان او عملت جمعيه ودخلتوا 3 مع بعض وجبتوا وحده، فانتوا بيجي لكم ايجار 1,012,000 كل 3 شهور وصافي ربح 388,000 جنيه. نسكت على كده؟ ما نسكتش. سعر الوحده وقت الاستلام بزياده سنويه 10% هيبدا 27 30 السنه الثانيه 33 مليون. طيب نكمل. هتلم فلوسك في 5 سنين بالظبط. سؤالك يا حوده،
محترم. قلت لي هو انا هكون دافع كام لغايه ما استلم؟ كتبتها لك يا باشا، وقت الاستلام هتكون دافع لغايه الايجار 12 مليون 400. طيب انا بيطلع لي 12 مليون 400، وسالتني قلت لي هو العائد على المدفوع لو انا بعت الوحده دي كام في المية؟ انا الوحده اصبح سعرها كام؟ 33 مليون. فاذا انا محقق زياده 66%. ده كده ار او اي. ماشي نكمل. طيب انا دلوقتي باجر، العائد الايجاري بتاعي هيكون 1,012,000 كل 3 شهور، الصافي بتاعه 388,000 جنيه. فانا دلوقتي عندي نسبه العائد الايجاري السنوي 27%، ونسبه العائد على المدفوع من قيمه العقار بقت 77%. ليه؟ لان الوحده انا هكون دافع فيها 14,900 بعد سنه، وسعرها هيكون 36 مليون ونص. انا بتكلم كلام كبير، ده حقيقي. انا بتكلم كلام دكاتره. 77% على المدفوع يعني. ما هو انت دلوقتي وصلت ان انت بقيت محقق 77%. انت النهارده لما هتبيعها عند الاستلام العميل ايه؟ ايه ده؟ انت النهارده عارف انت دافع كام، وداخل لك ايجار كام، والعائد الايجاري كام، والعائد الاستثماري كام. نظام الست سنين، لو انا اجرت الوحده دي ب 2500 جنيه، وده السيناريو الاحسن من الايجار بتاع ال 2000 جنيه، انا قسطي يا جماعه ثابت بعد ما ادفع المقدم ال 2 مليون جنيه، قسط 885,000 جنيه. بس انا هاجر اول سنه كل 3 شهور بمليون و12. حسبتها ازاي؟ 2500 في 135 هيطلع لك الرقم، اضربه في 3، فبقى كل 3 شهور بيطلع لك مليون و12,000 زي ما احنا. هنا هيطلع لك فرق ايجار كام؟ 126,000. مليون و12 ناقص 885,000، فانت من اول يوم استلام بيطلع لك 126,000 جنيه. سعر العقار بتاعك هيبقى سعر المتر بتاعه 232,000، يعني 31,400. الكلام ده لغايه دلوقتي واضح؟ هكون دافع من جيبي 12 مليون و900، ودي مهمه جدا للعميل. نرجع بقى لنظام ال8 سنين. هو انا وقت الاستلام هكون دافع كام من جيبي؟ 12 مليون 400. يعني انا في نظام ال8 سنين ابو مقدم 20% هكون دافع 12,400، في نظام ال6 سنين هكون دافع 12,900 عشان القسط اعلى. تمام؟ انا كده دافع من جيبي 12 مليون 900، وزياده العقار بقت 60%. طيب جينا في الايجار، بقى اجمالي المدفوع اول سنه ايجار 16 مليون ونص. تمام كده؟ طيب نسبه العائد الايجاري السنوي هيبقى 24%. هيبقى 24% لان انا بطلع ايه؟ 126,000، وزياده العقار 66%. بعد كده السنه اللي بعدها هكون واصل من جيبي 20 مليون جنيه، وبطلع نسبه عائد ايجاري 22%، وعائد استثماري ار او اي 71%، ونت بروفيت 5%، 5.5%. تمام كده؟ خلاصه قبل ما تقول الخلاصه عشان اقفل الفيديو بعد كده نتكلم. سعر شراء الوحده 23,600، بعد الاستلام 41 مليون، زياده في قيمه العقار 18 مليون، الايجار الشهري في السنه الاخيره 449,000 جنيه، اجمالي العوائد الايجاريه 2,774,000، اجمالي الاقساط المدفوعه 23,600، صافي الربح عند الانتهاء 21 مليون. اي استفسار انا معاك.